يسعد اوقاتكم يا احلى متابعين. اليوم رح نعمل اطيب بوظة بدون سكر وبدون كريمة خفق وبدون حليب. مكوناتي هي بس الفواكه. عندي بس الموز انا مقطعه وحاطه بالفريزر لحتى مجلد، والفواكه كمان كلياتها باردة عندي محطوطة بالفريزر ومجلدة. اول نكهة رح اعملها انا، رح احط موز عندي بمحضرة الطعام. اول نكهة راح اعملها اللي هي الكاكاو على شوكولا. راح احط لهم معلقة كبيرة كاكاو، وهلا بضربهم على محضرة الطعام. وهلا بعد ما فرمناهم كتير منيح راح احط لهم انا بسكوت. وهلا بنفرمهم بس ما بنكتر عليهم لانه البسكوت ما بدنا ننعمه كتير. وهيك هي اول نكهة صارت جاهزة معنا. وهلا راح نبلش بالنكهة الثانية. راح احط الموز، وانا راح احط لهم عندي توت بري. انتو فيكم تستبدلوه بفريز، انتو اي شي انتو الفواكه اللي بتحبوها فيكم تحطوها. وهلا راح احطهم كمان نعمهم على محضرة الطعام. وهيك صارت معنا النكهة الثانية كمان جاهزة. وهلا راح نجهز النكهة الثالثة. راح نزل باقي الموزات اللي ضلوا عندي وتوت العليه نزلهم فوقهم. وهلا كمان راح نعمهم. وهيك النكهة الثالثة بتكون صارت جاهزة معنا. وهيك صار معنا أطيب 3 أنواع بوظة جاهزين. ما ضل غير إنه نزينهم. وهيك وصفتنا اخواتي صارت جاهزة لليوم. ان شاء الله تعجبكم، ولا تنسونا بالمتابعة واللايك، وصحتين وهنا للجميع.